ميدانية هذا لتقييم المشاريع، سواء المشاريع المنطلقة أو المشاريع اللي عرفت اليوم انطلاقة ميدانية على مستوى بلدية مسيلة، وهو بعد الانتهاء من الشطر الأول للمشروع الهام تاع التطهير على مستوى بلدية مسيلة. اليوم قمنا إشارة انطلاق لتعبيد هذا الجزء وسط المدينة، والجزء المتبقي كذلك قبل نهاية شهر ديسمبر. سنواصل فيه يعني تعبيد هذا الطريق، وبالتالي يعني يكون المواطن يعني مرتاح، بجانب أننا نعرف المواطن صبر معنا المدة هذه تقريبا تفوق يعني شهرين وثلاثة. المشروع هذا كما يعلم الجميع مشروع يمس بالصحة صحة المواطن، مش بالصحة العمومية، خاصة وأن واد العقصب كان مستنقع للمياه القذرة، حاشاكم، للمياه الغير صالحة للشرب. الحمد لله الواد عرف يعني توجه المياه توجهت إلى محطة التصفية، وعن قريب يتم الانتهاء من الشطر الثاني بصفة نهائية. هذا اللي راهو يعرف عملية تعبيد هذا الطريق. كما كانت لنا المناسبة في إطار إعادة تهيئة قنوات المياه الصالحة للشرب، تجديد قنوات الصالحة للشرب اللي على غرار بلدية مسعدة، سيدي عيسى، ولاد دراج ومقرى. اليوم بلدية مسيلة هي الأخرى عرفت انطلاق أشغال تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لما يقارب 18 كيلومتر داخل مقر بلدية مسيلة. اليوم كما تم اليوم على مستوى بلدية بلاد علي الجبالة وضع حيز الخدمة وكالة بريدية، وهذا في إطار تحسين الخدمة العمومية. كما عرفت اليوم بلدية برهوم عرفت انطلاق أشغال الطريق يكون يعني راه يسهل حركة المرور من بلدية ستانلي فيتمون بلدية برهوم إلى حدود بلدية مقرى 8 كيلومتر. وهذا المشروع يدخل في إطار يعني استراتيجية قطاع الأشغال العمومية على مستوى ولاية المسيلة، اللي راح يخفف كل حدة، يخفف يعني الضغط لتنقل المواطنين ويعني تسهيل حركة المرور. وكان يعني حتى يعني الصعوبات اللي واجهتنا مش فتح هذا الطريق. نشكر يعني اعضاء الشعب الولاعي وكل يعني الشعب البلدي وكل السلطات يعني الاداريه والمواطنين يعني العائلات هذه اللي سهلت لنا المهمه، نشكرهم بهذه المناسبه. كما كان المناسبه اليوم رايحين ان شاء الله نفتح يعني عياده متعدده الخدمات، وهذا في اطار الاستثمار الخاص اللي رايح اليوم ان شاء الله حيز الخدمه، وراح هي الاخرى تكون دعم لقطاع الصحه على مستوى يعني ولايه مسيلة، خاصه البلديات المجاوره، بلديه برغوث، بلديه مقرى، بلديه ولاد الرج، وكل البلديات اللي راهي تكون يعني هذا هو الاستثمار الحقيقي.